واحدة بس المرسي. الحق يا مرسي، البلد خربت بسببك. انت رئيسنا ورئيس البلد، بس عيب اما تمشي ورا المرشد، ما ينفعش. ولا عارفين نعيش ولا عارفين ناكل ومشحتنا. ده انا ابني عامل حادثه وطلعوه بعد 4 ايام، حادثه عمليه مركب 2 شريحه و10 مسامير. لغايه دلوقتي مش عارفه حتى انا ولا اغذيه ولا اكله ولا اجيب له علاج. وهي دي الحقيقه بتاعت ربنا من ساعه ما مسك، واحنا مش عاوزينه. مش لاقيين ومشحتنا اهو. من ساعه ما مسكت من ساعه ما مسكت مش عارفين نعيش. ايوه من ساعه ما مسكت حاجه غاليه والله. ايوه انت قلت لنا لو غلطتوا قوموني، احنا بنقومه، احنا بنقول له ان انت غلطان، فلا تصلح من نفسك يا اما تسيبنا وتتكل على الله. هو ده راينا بس. انت من ساعه ما مسكت لنا البلد والبلد خربت اكتر ما كانت خربانه. يعني كان ايام حسني كان في عدل عن كده، كنا بناكل وبنشرب والناس بتشتغل، ولا لاقيين شغل ولا لاقيين اكل ولا مصاريف ولا اي حاجه. خلاص انت كده فقدت الشرعيه، انت لازم تمشي. مصر دي كبيره عليك، انت كبيرك محافظ. احنا عايزينك تسيب البلد وتمشي. ارحل. في رئيس يسيب البلد كلها مخروبة واتكلم عن القرد والقردتي؟ هي كلمة، ارحل ارحل. نازل 30/6 وكلنا نازلين 30/6 عشان نقول للرئيس محمد مرسي انت فقدت الشرعيه وما تنفعش تحكم مصر. مصر دي كبيره عليك. ايوه مضينا، ايوه عملناها. مضيت عليها. مضيت عليها. ايوه انا نازله 30/6. مضيت عليها بالثلاثه، يعني سيبنا وامشي. اللي انت احنا زهقنا. نازل 30/6 ان شاء الله. كلمة اقول لك ارحل، لان 30/6 هتمشي.